تسجيلات التقوى السلفية من اليمن تقدم لكم هذه المادة. الغيرة على الغيرة، الغيرة يا أهل اليمن، الغيرة يا أهل اليمن، يا رجال أهل اليمن، أنتم خير الرجال على وجه الأرض. الغيرة إنه العرض أيها المسلمون، لا تنازل فيه. اسمعوا يا أشباه الرجال، اسمعوا يا من ترضون على أعراضكم. كلا والله، إن رأيت ما يريبني لأقطعن الرأس عن الجسد ولأضربن بسيفي غير مصفح، وليفعل الله بي بعد ذلك ما يشاء. سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. من يزني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي. إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. أفلام خليعة ماجنة، قصص داعرة، بيوت وفنادق محمية للدعارة، وصحافة تروج الفساد والرذيلة، حتى أصبح كل ذلك شيمة رواد الصحافة وعشاق الأوراق والأقلام في بلاد الإسلام. فخجلتاه من أقلام محسوبة على المسلمين يموت فيهم العالم وتبتلى فيهم الأمة ببلايا ورزايا، ثم لا تكتب تلك الأقلام فيها حرفا واحدا. الغيرة على الأعراض. ألقيت هذه المادة في مسجد التقوى في محافظة عدن، والتي هي لفضيلة الشيخ صلاح بن علي بن سعيد العدني حفظه الله. أسأل الله الكريم أن ينفعني وإياكم بهذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، مكارم الأخلاق محاسن ومكارم الأخلاق من أجل وأعظم محاسن دين الإسلام. مكارم الأخلاق من أجل وأعظم محاسن دين الإسلام، بل إن رسالات الله سبحانه وبحمده ما جاءت إلا بالأخلاق وإتمامها بعد توحيد الله وعبادته. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ألا وإن من جملة الأخلاق العظيمة، ألا وإن من جملة مكارم الأخلاق التي ربى الإسلام أبناءه عليها خلق من الأخلاق عظيم عظيم عظيم، إنه خلق الغيرة على الأعراض. إنه خلق الغيرة على الأعراض وحماية حمى الحرمات. فكل امرئ عاقل، كل امرئ عاقل، بل كل شهم فاضل ليسعى أن يكون عرضه محل الثناء والتمجيد، ويسعى ثم يسعى ليكون عرضه حرما مصونا لا يرتع فيه اللامزون ولا يجوس حماه العابثون. أمة الإسلام، إن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه فطر المخلوقات على هذا الخلق العظيم، خلق الغيرة على الأعراض. حتى الحيوانات فطرها الله تبارك وتعالى على الغيرة على الأعراض. أعيروني أيها الرجال أسماعكم وقلوبكم إلى ما رواه الإمام البخاري في صحيحه. اسمعوا وقولوا: رحماك ربنا رحماك، وعفوك يا الله. فقد ثبت عند البخاري من حديث عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله، مخضرم كوفي ثقة، قال أبو إسحاق فيما نقله عنه أبو بكر بن عياش: عمرو بن ميمون
كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرضونه أدرك الجاهلية والإسلام. يقول عمرو بن ميمون: كنت أرعى الغنم في الجاهلية في اليمن، وأنظر إلى القرود وهي تلعب. القرود وهي تلعب. يقول عمرو رحمه الله: والقرود لا كغيرها من الحيوانات، فكل قرد له زوجة لا يعتدي عليها غيره. كل قرد له زوجة لا يعتدي عليها غيره. قال عمرو: فكنت أنظر إليها وهي تلعب، فنظرت إلى قرد عجوز قد نام على فخذ قردة شابة وهي زوجته، على فخذ قردة شابة، فمر بجانبها قرد شاب، نظر إليها ونظرت إليه، فاقترب منها فلمزها وغمزها، فسحبت فخذها من تحت رأس القرد العجوز، ثم خرجت معه. قال عمرو بن ميمون: وأنا أنظر إليهما، ففعل فيها ما فعل، ثم عادت القردة الشابة إلى زوجها القرد العجوز، وأخذت رأسه ووضعته على فخذها، فشمها القرد العجوز، فقام فدار حولها فشمها أخرى، فصاح كأنما ينادي شيئا، فاجتمع إليه القرود فهمهما وهمهموا كأنما ينادون شيئا، فأخذوا الحجارة فرموا القردة الشابة والقرد الشاب حتى ماتا. فلا إله إلا الله. القرود يا أمة الإسلام تعرف ربها وتغار على عرضها وتقيم حدود الله عز وجل في أرضه. اللهم اجعلنا خيرا من القرود، اللهم اجعلنا خيرا من القرود. فكيف بالإنسان الذي أكرمه الله تبارك وتعالى بنعمة العقل؟ فإن الله عز وجل فطره على خلق الغيرة على الأعراض، فبالغيرة يصون المسلم عرضه. لهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أقر ما كان عليه الجاهليون من أخلاق حسنة، ألغى ما كانوا عليه من أخلاق سيئة رديئة. ألا وإن من مكارم الأخلاق التي كان الجاهليون يتحلون بها غيرة الرجل على محارمه، هكذا كان الجاهليون، بل كان البعض منهم يشتط في هذا الأمر مجاوزا الحد، حتى وصل السفه ببعضهم إلى أن يقتل ابنته وهي على قيد الحياة وهي صغيرة، خشية أن تقع في الفاحشة إذا كبرت. فكانوا كما وصفهم الله جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه ويجعلون لله البنات
ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. بل إن من أعظم صور الغيرة التي كان عليها الجاهليون ما كان من حرب طاحنة بين قريش وهوازن. سببها أن شابا من هوازن التقى بشابة من قريش، ومن ثم رفع عنها حجابها. وقريش تفتخر بالنقاب، ونساؤها آنذاك ينتقبن، فدارت حرب طاحنة بين قريش وهوازن، كل ذلك غيرة على الأعراض وحماية لحمى الحرمات. أمة الإسلام، جاء دين الإسلام وهذب الغيرة على الأعراض، وبين مواطنها وأماكنها ومنابعها. ثم دعا المسلمين الرجال أن يتصفوا ويتخلقوا بهذا الخلق العظيم، خلق الغيرة على الأعراض، لهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن قيمة الرجل والرجولة هي الغيرة على الأعراض. ثبت عند الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون في آخر الزمان رجال هم أشباه الرجال. سيكون في آخر الزمان، هكذا يقول نبينا وحبيبنا وإمامنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يخبرنا ماذا سيكون في آخر الزمان من رجال باعوا أعراضهم للريال والدرهم والدينار. سيكون في آخر الزمان رجال هم أشباه الرجال، كثيرون في زماننا لا كثرهم الله، يقعد في بيته لا يدري ما تصنع ابنته في الأسواق والطرقات، في الشوارع والأزقة، في الشواطئ والمنتزهات، تعود في آخر الليل لا يسألها مع من ومن أين. هم أشباه الرجال، يقومون على أبواب المساجد، معهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، إذا رأيتموهن فالعنوهن إنهن ملعونات. انظر أخي رعاك الله، انظر وتأمل كيف شبه النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الذين لا يغارون على أعراضهم. كيف شبه النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الذين لا يغارون على أعراضهم، على نسائهم، على محارمهم، بأنهم أشباه الرجال. تخرج ابنته متعطرة متطيبة متزينة، تلبس العباءة التي تحتاج إلى عباءة، وتحتها البنطال الجنس. في آخر الليل لا يسألها إلى أين ومع من، ثم تعود في آخر الليل، ربما تنزل من سيارات مشبوهة
ينزلها الرجال وهو في بيته لا يدري، فإذا دخلت عليه لا يسألها من أين ومع من. أشباه الرجال تراه رجلا في مظهره لكنه خنزير في مخبره. ماتت الغيرة في قلبه، فقيمة الرجولة وقيمة الرجل هي الغيرة على الأعراض. أمة الإسلام، لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينبه التائهين ويرشد الغافلين كي يتداركوا أنفسهم قبل فوات الأوان. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن شابا أتى النبي عليه الصلاة والسلام، أتى الرؤوف الرحيم، أتى الطبيب. قال ذلكم الشاب يا رسول الله أبح الزنا، أو قال ائذن لي بالزنا. نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا هذا أترضاه لأمك؟ قال أعوذ بالله جعلني الله فداك يا رسول الله. أترضاه لابنتك؟ قال أعوذ بالله جعلني الله فداك يا رسول الله. أترضاه لأختك؟ قال أعوذ بالله جعلني الله فداك يا رسول الله. قال أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ وهو في كل ذلك يقول أعوذ بالله جعلني الله فداك يا رسول الله. إنه العرض أيها المسلمون لا تنازل فيه ولا تهاون. العرض قال فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدره ثم قال اللهم حصن فرجه واشرح صدره واغفر ذنبه. قال ذلكم الشاب فوالله ما كان شيء أبغض إلي من الزنا بعد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. العفيف الحر الأبي هو الذي لا ينظر إلى نساء الناس. العفيف الحر الأبي هو الذي لا يزني بنساء الناس، فمن نظر إلى نساء الناس نظر الناس إلى نسائه، ومن زنى بنساء الناس زنى الناس بنسائه. ولله در الإمام الشافعي إذ يقول يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. من يزني يزنى به ولو بجداره. اي والله من يزني يزنى به ولو بجداره. إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. ويقول رحمه الله تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. أمة الإسلام إن كريم العرض ليبذل الغالي والنفيس في الدفاع عن شرفه وعرضه، وإن ذا المروءة الشهم ليبذل ثروته وماله وما يملكه في الدفاع عن عرضه والذود عن حماه. نعم
إن صاحب الصيانة والشهامة لا يدفع عن عرضه بماله. لا خير في مال بعد عرض. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. عباد الله، إن الأمر لا يقف أبدا في الدفاع عن العرض والذود عن حمى الحرمات عند بذل الأموال ودفعها، بل إن صاحب الغيرة ليخاطر بحياته ويعرض نفسه للموت عند أن تلوث كرامته، عند أن يمس عرضه. عندها يهون على صاحب الغيرة أن تسال الدماء وتصاب الأجسام لتحفظ الأعراض وتسلم. ولقد بلغ ديننا في ذلك الغاية عند أن أعلنها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام صريحة أن من قتل دون عرضه فهو شهيد. جاء عند الترمذي من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل دون عرضه فهو شهيد. فهو شهيد. تأملوا كيف كانت ولا زالت وستظل الأعراض غالية في ديننا. تأملوا كيف أصبحت الأعراض اليوم رخيصة مبتذلة مهانة في القنوات والصحف والمجلات الخليعة الماجنة، في الشواطئ وعلى المنتزهات، عند النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات المرميات في الشوارع والطرقات. أمة الإسلام، لقد دعا الإسلام الحنيف إلى المحافظة على الأعراض ووجوب الغيرة عليها. ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما لأصحابه: إذا دخل أحدكم يوما على أهله ورأى ما يريبه، رأى رجلا عند أهله رأى ما يريبه، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. والرجال العظام الصحابة يسمعون، فرأى ما يريبه أشهد 4، يشهد على ذلك 4. قام سعد بن عبادة متأثرا: سيد الخزرج، اسمعوا يا أشباه الرجال، اسمعوا يا من ترضون على أعراضكم. قام سعد بن عبادة سيد الخزرج شاهرا سيفه، قال: يا رسول الله، أأدخل على أهلي وأرى ما يريبني أنتظر حتى أشهد 4؟ قال سعد: كلا والله إن رأيت ما يريبني لأقطعن الرأس عن الجسد ولأضربن بسيفي غير مصفح، وليفعل الله بي بعد ذلك ما يشاء. تعجب الصحابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغير منه. الله أكبر. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغير منه، والله أغير مني. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا ترحلت الغيرة من القلب ترحلت المحبة، بل ترحل الدين كله. من حرم الغيرة على الأعراض حرم طهر الحياة، ومن حرم طهر الحياة فهو أحط من بهيمة الأنعام. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤمن يغار
وإن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. وجاء كذلك عند أحمد والنسائي وأبي داود من حديث ابن جابر ابن عتيك الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه قال: وإن من الغيرة ما يحب الله. عباد الله، لقد شدد الإسلام وبلغت عناية الإسلام بالأعراض، بلغت عناية الإسلام بالأعراض أن أهدر الإسلام دم المعتدي على الأعراض، أهدر دمه وأهدر الدية التي جعلت له وشرعت لأجله. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن رجلا اطلع على أهل بيت، اطلع على أهل بيت كما يفعل كثير من الناس هذه الأيام، اطلع على أهل بيت خلسة، قال: ففقأوا عينه بحديدة أو بحجارة، فقأوا عينه فسالت. قال عليه الصلاة والسلام: فدمه هدر مثل الماء. إذا اضطهدهم على أهل بيت ففقأوا عينه بحجر أو بحديدة فلا دية له، مع أن العين غالية وفيها نصف الدية، لا شيء عليه. كل ذلك حفاظا على الأعراض وقطعا لكل طريق فيه تلويث لأعراض المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها المسلمون، إن بلدنا هذه هي بلد الإيمان والحكمة، شهد لها بذلك أصدق الخلق، أنقاهم وأتقاهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فقال: فيكم يا أهل اليمن الإيمان يمان، الإيمان يمان والحكمة يمانية. فأهل اليمن، أهل اليمن هم أهل الغيرة، أهل الطهر والعفاف والعفة والشهامة والرجولة. ولكن وأسفاه وأسفاه مما نسمع ونرى، مما نسمع ونرى مما يحدث في هذه الأيام وقبلها في هذه البلاد المباركة. قنوات فاضحة وأفلام هابطة، وأفلام هابطة ومجلات خليعة، ومجلات خليعة، صور وأوضاع يندى لها جبين الإسلام في المنتزهات وعلى الشواطئ وفي الأسواق، في الأسواق والشوارع والطرقات عياذا بالله. عباد الله، أمة الإسلام، إننا نواجه فتنة عظيمة تهدمنا من داخلنا، إننا نواجه فتنة عظيمة تهدمنا من داخلنا معاشر المسلمين. يا أهل اليمن، يا أهل اليمن، إننا نواجه فتنة عظيمة تهدمنا من داخلنا. تأملوا كيف تتعاون الأقلام الهابطة الساقطة والأفلام الخليعة الماجنة، كيف تتعاون في تمزيق حجاب العفة والحياء، ثم تتسابق تلك الأقلام وتلك الأفلام، تتسابق وتتنافس لإظهار المعاصي والمجون وهتك الأستار وفضح الأسرار وفتح العيون الصغار قبل الكبار. ألا ساء ما يزرون. قنوات فاضحة، أفلام
خليعة ماجنة، قصص داعرة، بيوت وفنادق محمية للدعارة، وصحافة تروج الفساد والرذيلة، صحافة تروج الفساد والرذيلة، حتى أصبح كل ذلك شيمة رواد الصحافة وعشاق الأوراق والأقلام في بلاد الإسلام. فوا خجلتاه من أقلام محسوبة على المسلمين يموت فيهم العالم وتبتلى فيهم الأمة ببلايا ورزايا، ثم لا تكتب تلك الأقلام فيها حرفا واحدا. وإن تعجبوا عباد الله فعجب أن يكون الاسم الصحفي مسلما وما تخطه بنانه بعيدا كل البعد عن دين الإسلام، بل ما تخطه بنانه يصادم صراحة دين الإسلام، أمة الإسلام. الغيرة يا أهل اليمن، الغيرة يا أهل اليمن، يا رجال أهل اليمن، أنتم خير الرجال على وجه الأرض. الغيرة الحمو أخو الزوج، الحمو الموت. احذروا السيارات الفارهة، احذروا صديق العائلة، احذروا ابن الجيران، احذروا الخلوة بالسائق والمدرس. حذار أن يظهر هؤلاء وأشباههم على عورات النساء. احذروا الجوالات، احذروا البلوتوث، احذروا خروج النساء إلى الباعة في الأسواق. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخبرت في زمن علي رضي الله عنه، أخبرت أن بعض الناس يتركون نساءهم يخرجون إلى الأسواق عند العلوج. ثم قال علي: ألا تستحيون؟ يخاطب الرجال: ألا تستحيون؟ ألا تغارون؟ لا خير في رجل لا يغار على عرضه. أخيرا روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 3 لا يدخلون الجنة، 3 لا يدخلون الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: العاق لوالديه، العاق أف له وتف، العاق لوالديه. قال: والديوث، والمرأة المترجلة. أتعرفون من الديوث؟ هو الذي يرضى الخبث في أهله، خنزير بمظهر رجل ماتت الغيرة في قلبه عياذا بالله. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك ربنا باسمك الأعظم الذي إن دعيت به أجبت وإن سئلت به أعطيت، أن تحفظ هذه البلاد المباركة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ نساءنا وأعراضنا، اللهم احفظ نساءنا وأعراضنا، اللهم احفظ نساءنا وأعراضنا، اللهم احفظ شبابنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد